أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات البرنامج من رحاب الأزهر الشريف، وفي ضيافة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. نبدأ معكم حلقة اليوم. فضيلة الإمام، توقفنا في الحلقة السابقة عند موقف المؤيدين والمعارضين لنظرية داروين من المفكرين والأدباء المسيحيين والمسلمين في الشرق، وانتهت الحلقة نظرا لضيق الوقت، ونستكمل مع فضيلتكم هذه القضية الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. نعم، في الحلقة السابقة كنا قد عرضنا إلى موقف المفكرين والعلماء ورجال الدين في الشرق هنا عندنا في مصر وفي الشرق العربي والإسلامي من نظرية داروين حينما وفدت عليهم هنا. نعم. وقلنا أن هذا الموقف انقسم حيال النظرية يعني إلى مدارس ثلاث. المدرسة الأولى مدرسة المؤيدين المعتنقين لهذه النظرية، ومن هنا نستطيع أن نقول أو نضع بين قوسين إنهم كانوا ملحدين تقريبا. نعم. لأنهم كانوا يبشرون بهذا الإلحاد ويدعون الناس إليه. وقلنا أن من هؤلاء شبلي شميل وفرح عضون وسلامة موسى وجورج حنا، وكان إسماعيل مظهر وهو رجل مسلم. نعم. هو الذي ترجم كتاب أصل الأنواع لداروين، واللي هو يعتبر يعني ديوان نظرية التطور ونظرية أن الإنسان يعني جاء من أسلاف قردة. نعم. وكان في البداية حقيقة يتبنى النظرية، ولكن بعد فترة عدل عنها وكتب كتابات إسلامية تدل على أن الرجل عدل تماما عن هذه النظرية، وأصبح يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالإسلام ويتمسك به ويدعو إلى الاعتناق. نعم. فما نقدرش يعني لا نستطيع أن نصنف إسماعيل مظهر، وهو رجل يعني ساهم أو أسهم إسهامات قوية جدا في نشر مذهب التطور في مصر، ويعني وكفى أنه هو الذي ترجم كتاب أصل الأنواع. نعم. لا نستطيع أن ندرجه في خانة المؤيدين الملحدين، ولكن في البداية كان مؤيدا، ولكن نقطع باليقين من خلال كتاباته الأخيرة أنه يعني رفض هذه النظرية، وهذا يحدث لكثير من المفكرين والفلاسفة والأدباء في أواخر حياتهم يرجعون عما كانوا يعتقدونه في البداية وكانوا يبشرون به ويدعون الناس إليه. فيبدو أنه من هؤلاء يعني المفكرين الكبار. نعم. الذين يعني مستهم نفحة من نفحات الحق، واعترفوا بأنهم يعني لم يكونوا على الحق، ثم يعني اهتدوا إلى هذا الحق. وقلنا أن الرافضين تماما والمحذرين الناس ويحذرون المؤمنين من هذه النظرية كثيرون جدا، معظم علماء المسلمين ومعظم علماء الأزهر، وأيضا الأفغاني ده في البداية خالص يعتبر الرائد الذي حذر من هذه النظرية ووصفها بأنها نظرية دهرية تنفي وجود الله سبحانه وتعالى، أو تنفي أن يكون هذا الكون جاء بفعل أو بخلق خالق وإله مدبر قادر عليم حكيم. نعم. كما قلت أيضا مجموعة كثيرة جدا من المسيحيين المصريين أو الشرقيين العلميين وغير العلميين فعلا تصدوا لهذه النظرية. نعم. وحذروا منها الناس. وتوقفنا عند نستطيع أن نقول يعني الموفقين. نعم. هناك مجموعة كانت أو كادت توفق بين نظرية داروين وبين الإيمان، بمعنى أنهم كانوا لا يرون بأسا في أن يؤمن الإنسان بدينه الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي ويكون مؤمنا
كاملا، وفي نفس الوقت يستطيع أن يتقبل نظرية داروين على أساس أن الذي خلق الخلق أولا هو الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أودع في هذا الخلق. وده الفرق بينهم وبين نظرية داروين، لأنها عملية يعني موائمة بين الدين والنظرية، لكن للأسف الشديد جاءت على حساب الدين حقيقة. لأنهم يقولون أن يعني الله سبحانه وتعالى نعم هو الأديان تقول أن الله خلق هذا الكون وخلق الإنسان، لكن يعني كيف خلقه؟ هل خلق يعني الكائنات الحية أولا ثم أودع فيها قوة من القوى الإلهية؟ هذه القوة هي التي أخذت بيدها نحو يعني تكامل الأجزاء ثم التوافق مع البيئة، وما توافق منها مع البيئة يعني عن طريق الانتخاب الطبيعي، يسميه انتخاب طبيعي لكن أنا بسميه يعني قدرة إلهية. هذه القدرة الإلهية هي التي جعلت الإنسان ينقلب، جعلت الكائن الحي ينقلب من نوع إلى نوع إلى نوع إلى أن وصل يعني الخلق إلى النوع الأخير وهو الإنسان. ولهم قراءات لابن خلدون وغير ابن خلدون وأخوان الصفا يعني. والحقيقة ابن خلدون هو يعني ما نقدرش نقول أنه هو رجل تطوري دارويني، يعني قبل داروين بقرون، لكن كان يرى أن يعني التكوين أو درجات الوجود متلامسة. يعني عنده الجماد يقول لك آخر يعني أنواع الجماد هي أو آخر أفق الجماد هو أول أفق النبات، وآخر أفق النبات هو أول أفق الحيوان، وآخر أفق الحيوان هو أول أفق الإنسان. وقال أن آخر أفق الحيوان اللي هو القردة هو أول أفق الإنسان، لأن طبعا في شبه أو الحيوان الوحيد الذي يشبه يعني أن يعني أو في بعض الشبه من الإنسان هو القردة العليا أو القرد، لأن فيه يعني حتى هو بيتخذ في حاجات كثيرة لتسلية الإنسان، يعني معناها أن الإنسان يستطيع أن يتواصل معه بشكل أو بآخر. هذا موجود عند ابن خلدون، لكن أن تكون هذه الأنواع تطور بعضها عن بعض بعيدا أو بمنجاة أو يعني بمعزل عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه وإرادته، هذا غير وارد في الدين على الإطلاق. هم يقولون يعني أنك ممكن يعني تفسر الانتخاب الطبيعي بقوة إلهية أو تفسر التطور بقوة إلهية، وبالتالي نقدر نجمع بين كلام داروين وبين كلام القرآن. يعني أنا ممن يؤمنون ويعتقدون بأن كلام داروين يتعارض تماما مع قصة الخلق في القرآن الكريم، ما فيش كلام. لأن الإنسان عند داروين ليس مخلوقا من تراب، ليس بشرا من طين، ليس مخلوقا بأن الله سبحانه وتعالى قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كل هذا لا يؤمن به داروين، ولا يؤمن بأن هناك إلها وراء هذه التطورات. يعني هو حتى لو قال أن الله سبحانه وتعالى يعني فعلا موجود، وهو الذي خلق هذه الكائنات، وهو الذي طورها، وهو الذي يعني جعلها يتوالد بعضها عن بعض وتتشكل أنواعا متخالفة، كنا ممكن نقبل هذه النظرية. لكن هو رفض تماما، وكان يعلن أحيانا عن نفسه بأنه في هذه المسألة بالذات، مسألة يعني استمرار الحياة، التطور، الانتخاب الطبيعي، الانقلاب إلى أنواع، كل ده يقول لك ده أنا يعني غير مؤمن بإله في العمليات دي. فإذا القرآن الكريم غير ذلك. فهؤلاء يعني اللي هم الذين حاولوا التوفيق، مثل الشيخ نديم الجسر مثلا، وأيضا يعني مثل محمد فريد وجدي، ومثل العقاد كمان. يعني العقاد هو يعني يرى
أن أوداشي يعني من عقد العقاد حقيقة. نعم. هو كان يميل إلى مذهب التطور. والكلمة الأولى في كتابه الله، وهذا طبعا كتاب يثبت، كان يعني هذا الكتاب مؤلف لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وللرد على الماديين، وللرد على المنكرين، وللرد على الطبيعيين. نعم. لكن بدأه بأن الإنسان تطور في عقائده وفي أديانه كما تطور في صناعاته وفي أموره المادية. لكن يعني هذا شيء، وأعتقد أن الشيخ دراز تعقب هذه النقطة وبين أن الإنسان لم يتطور في الدين، وإنما بدأ بدين كامل. نعم. وهو الرسالة الإلهية التي نزل بها آدم عليه السلام. على كل حال، ليه العقاد أو مثلا النديم الجسر أو الناس دول حاولوا يعني يوفقوا بين النظرية وبين الإسلام، نعم، أو بين الأديان، ولم يقفوا موقف الرفض الشديد والبات والحاسم والصريح لهذه النظرية ووصفها بالإلحاد، زي مثلا جمال الدين الأفغاني، زي العلماء المسلمين، زي رجال الدين المسيحيين، زي الأطباء المسيحيين. بمعنى أن القرن ده اللي هو القرن يعني آخر 18 وأوائل 19 حقيقة، أو يعني آخر 19 وأوائل القرن 20، نعم، كان هناك يعني دعاية ضخمة تقول إن هذا العصر هو عصر العلم، وكان فعلا عصر الاكتشافات وعصر القوانين العلمية. فكان هذه يعني الدعاية أو القوة أو الصوت الصارخ للعلم. نعم. وكانوا يقولون زي ما تحدثنا في بداية حلقات الإلحاد عن أوغست كومت، والذي قال أن الإنسان تطور من نظرته الأولى الدينية، ثم كان يعني يعتنق الدين، ثم تطور بعد ذلك عبر ملايين السنين إلى النظرة الميتافيزيقية، فأقصى التفسير الديني ويعني لجأ إلى تفسير ميتافيزيقي، ثم بعد ملايين السنين تخلص تماما من هذين التفسيرين وأصبح يفسر بالعلم. والمرحلة اللي بنعيشها الآن هي مرحلة العلم الوضعي، حتى يسموه يعني الفيلسوف الوضعي. كان في يعني حتى أيام الشيخ محمد عبده والناس دول كان فعلا العلم يعني له بريق. نعم. وكان الزعم مستمر، خلاص احنا وصلنا إلى تفسير كل الظواهر علميا، والدين عليه أن يعني يتنحى جانبا وعليه أن ينزوي. فكان زي ما تقول موضة العلم. نعم. فطبعا مساكين هم هنا برضو يعني حاولوا يبينوا أن الدين لا يناقض العلم حتى في هذه النظرية. ومن هنا بحثوا عن مخارج أو عن يعني وسائل توفق بين نظرية داروين ونظرية الخلق في الدين، وقالوا إنه يمكنك أن تؤمن بالله وتقبل نظرية داروين على أساس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، ثم هو الذي طور الكائنات بعضها من بعض. لما تقول لهم والله داروين أنكر، يقول لك لا، ده غلطان مخطئ، لكن النظرية نفسها ممكن أقبلها على أساس من الدين. وبالذات كمان لما يعني وجهوا بالآيات الكريمة إني خالق بشرا من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين، خلقه عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني احتج عليهم الناس وقالوا إن القرآن صريح في أن بداية خلق الإنسان كان آدم، ولم يحدثنا القرآن عن أنه كان أو تناسل عن قرد أو انقلب عن نوع آخر كان قبله هو القردة العليا أو القرد الإنسان كما يسمونه. هم يقولون صمت القرآن عن الفترة السابقة عن آدم عليه السلام هو الذي يعني جعلنا نقول إنه لا يوجد نص قطعي 100% يقول أن آدم لم يكن قبله خلق أو لم يكن قبله أنواع أو كائنات حية، بل القرآن صريح في أن في قصة آدم حينما قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. باختصار ربنا عرض على الملائكة وقال
أنني سأخلق خليفة، خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض. هم اعترضوا فورا، هم مش اعترضوا، هم تساءلوا وقالوا يعني ستجعل فيها يعني خلقا يفسد فيها ويسفك الدماء. من فين عرفوا أن هذا الخلق سيسفك الدماء؟ لولا أنهم كانوا يعلمون أن قبل آدم كان هناك خلق، وهذا الخلق أفسد في الأرض وسفك الدماء، وبالتالي حينما عرض الله سبحانه وتعالى عليهم أنه سيخلق يعني له خليفة، فورا انتقل ذهنهم إلى التنظير بين الخليفة الذي سيأتي وإلى الكائنات الموجودة الحية التي كانت قبل ذلك. فكأن القرآن لم يغلق الباب تماما عن الفترة قبل آدم ويقول إنه لم يكن هناك مخلوقات عاقلة، بل بالعكس يعني يشير القرآن إلى أن الملائكة كانوا يفطنون إلى أن قبل آدم كان هناك، حتى يقول كان هناك أوادم كثيرة. على كل حال، لكن القرآن ما قاليش أن الناس اللي قبل آدم هم كانوا قردة. نعم. علشان فعلا أنا أقبل نظرية داروين. نعم. ده نظرية داروين أن الإنسان متطور عن قرد، أجداده القردة، فيش كلام، آباؤه أو أجداده قبل آدم، أو يعني هم بيقولوش بحكاية آدم دي خالص. هم عندهم القرود، ثم القرود تحولت إلى بني بشر. آدم إلى بشر. لكن القرآن لم يقل يعني إن، فإذا من هذه النافذة يعني أني لا يوجد نص يقول لي أن قبل آدم كان لم يكن هناك بشر، كان هناك بشر. أنا ما أعرفش إيه اللي كان قبل آدم. والقرآن الكريم ما قاليش من يعني. فإذا القرآن فعلا يصب في النهاية إلى أن آدم ابتدأ خلقه من طين. نعم. وأن الله قال له كن فيكون. ومن هنا نظرية داروين فعلا هي نظرية في هذا المجال إلحادية بكل المقاييس. نعم. ولعل هذا ما يستمسك به الملحدون. أول واحد ما تسأله يقول لك الله سبحانه يقول لك لا أنا بفسر الخلق بنظرية التطور الداروينية. نعم. ولذلك هي فعلا العكاز اللي بيتعكز به الملحدين، وخاصة حينما يسألون عن هل للكون إله أو لا. الإمام، إذا خرجنا من هذه النقطة إلى رؤية الملحدين أنفسهم لداروين، هل يرونه مؤمنا أم ملحدا؟ نعم، وهذه نقطة فعلا أنا من وجهة نظري نقطة يعني حرجة إلى أبعد الحدود بالنسبة للملحدين. نعم. يعني احنا عرفنا أن داروين له نصوص صريحة واضحة وقاطعة نقلها المفكرون والكتاب والعلماء، وخاصة في آخر كتابه أصل الأنواع. نعم. أو حتى في مذكراته يعترف فيها أن هناك خلاقا خلق الجرثومة الأولى للحياة. نعم. إذن في هذا الإطار الضيق داروين مؤمن. الأتباع من الملحدين كلهم ينكرون أن يكون هناك خلاق خلق أو بدأ خلق الكون ده بأي شكل من الأشكال. نعم. سواء جرثومة أولى، مش عارف أرض، جماد، هم ينكرون أن يكون هذا الكون جاء من خالق. نعم. وإنما هو موجود مادة أزلا وأبدا. طيب، ما موقفكم من هذه النصوص؟ يعني هل تنكرون، هل تكذبون أو يعني تعتقدون أن داروين ملحد حتى النخاع؟ وبالتالي ماذا ستقولون في هذه النصوص؟ يهربون منها. ده إذا اعترفوا بأنه مؤمن يعني لا يقتربون من هذه النصوص. نعم. يهربون منها. إذا اعترفوا، يعني احنا بنسألهم هل تعترفون بأنه مؤمن؟ طيب لو اعترفتوا بأنه مؤمن، كيف تجعلون إمامكم، كيف تجعلون مؤمنا هو إمام الإلحاد عندكم؟ نعم. هذا تناقض. يعني الإلحاد مع الإيمان نقيض، والنقيض
لا يخلق نقيضه أبدا، النقيض يعدم نقيضه. يعني لأن النقيض، وده هنتكلم عنه إن شاء الله، النقيض هو ترديد بين إثبات ونفي. يعني مثلا تقول إنسان موجود لا موجود، فموجود نقيض لا موجود. ومش ممكن الاثنين يكونوا مع بعض. إذا كان لا موجود دي فعلا تحققت، يبقى موجود دي لازم تطير وتنعدم. إذا موجود تحققت، لا موجود دي لازم تنعدم. فأنتوا إذا كان هو يعني العلاقة بين الإيمان والإلحاد علاقة نقيضين، علاقة تناقض، كيف تقولون إننا ملحدون وإمامنا داروين ثم بعد ذلك تعترفون أنه مؤمن؟ إذن لا يعترفون بأنه مؤمن. وأيضا إذا اعترفتوا بأنه ملحد كما تقولون أو كما تريدون أن يكون داروين، فما موقفكم من هذه من اعترافه بوجود الله؟ لأنه اعترف بوجود الله في الله، أيا كان علاقة الكون بهذا الله الذي افترضه داروين، لكن في النهاية هو يفترض أن هناك إلها. ماذا تقولون في كلامه؟ هل تكذبونه؟ أيضا لا يجيبون، يعني لا يجيبوا في الأول ولا يجيبوا في الثاني. الافتراض الثالث، هل تفترضون أنه مؤمن ملحد، مؤمن في حلقة ضيقة اعترف فيها بوجود الله ثم بعد ذلك أطلق العنان للإلحاد والاعتقاد بالإلحاد، وكأنكم تقولون إنه مؤمن ملحد؟ هذان نقيضان لا يمكن أن يجتمعا في ذهن عقل سوي أبدا. وهكذا ده موقف حرج بالنسبة للملحدين الذين يتمسحون في داروين. والحمد لله ربنا خلق هذه النظرية، نظرية مضطربة، تروح لها من اليمين تزوغ منك، تروح لها من الشمال تروغ منك. وده فعلا، والعلم كما قلنا لنا 150 عاما الآن، وإحنا الناس يعني يخبطون خبط عشواء في هذه النظرية، ولم يظهر اكتشاف واحد علمي يقيني يقول أن نظرية داروين حق، لا في الجرثومة الأولى ولا في التطور ولا في انقلاب الأنواع، وإنما كل دي قصص أو عقائد لا نستطيع أن نثبتها، أو يعني الناس اللي هم في الوسط يقول لك لا أستطيع أن أثبتها ولا أستطيع أن أنفيها علما، لكن إذا ارتكنت إلى الدين يجب أن أنفي هذه النظرية بكل جزئياتها. ونحن قد عرضنا، علشان يعني من باب الأمانة العلمية، عرضنا هذه النظرية وهذا الموقف، لكننا بدءا من الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتولى نقاط الضعف المنطقية والفلسفية والعقائدية في هذه النظرية، لنثبت فعلا ونتأكد أنها ضد المنطق وضد العقل وضد الدين. شكرا فضيلة الإمام. آمنت بيك اللي خلقت الكون وكرمت البشر، آمنت بيك وبقدرتك بيسبح الطير عالشجر، آمنت بيك اللي خلقت الكون وكرمت البشر، آمنت بيك وبقدرتك بيسبح الطير عالشجر. يا ربي يا عالم بحالي
وبسؤالي وشكوتي بيك نور لي قلبي ودلني خايف أتوه عن سكتي. يا ربي يا عالم بحالي وبسؤالي وشكوتي نور لي قلبي ودلني خايف أتوه عن سكتي. يا بنت بيك اللي خلقت الكون وكرمت البشر آمنت بيك وبقدرتك بسبب